اهلا بيكم يا ابطال الدبلوم. فات كتير وما بقى للقليل. في الفيديوهات اللي فاتت اول فيديو شرحت زمن المضارع البسيط وزمن الماضي البسيط. في الفيديو التاني شرحت الصفات ومقارنات. في الفيديو ده هشرح المعدود وغير المعدود وادوات النكرة والمعرفة وحروف الجر. هيتبقى لنا فيديو واحد هنزله ان شاء الله يوم السبت او الحد، هيكون القطعة الجديدة والكلمات والتعريفات، والناس تركز في القطع والكلمات والتعريفات جدا. الموضوع سهل، فاضل شهر، الناس تركز وان شاء الله كلكم ناجحين وكلكم داخلين الجامعة. هنبدأ النهاردة بالمعدود وغير المعدود. ايه الفرق بين المعدود وغير المعدود؟ المعدود بيتجمع، المعدود بيتعد. فاحنا عندنا مثلا طفل، كتاب، تفاحة، تشايلد، بوك، ابل، دول ينفع يتجمعوا وينفع يتعدوا. لكن غير المعدود ما بيتعدش وما بيتجمعش، زي معلومات، رز، ميه، information، رايز، water. يبقى الفرق بين اللي بيتعد واللي ما بيتعدش ان اللي بيتعد بيتجمع واللي ما بيتعدش ما بيتجمعش. اللي بيتعد بيكون اخره اس، اللي ما بيتعدش ما فيش في اخره اس. طب مع اللي بيتعد ايه الادوات اللي بنستخدمها؟ many، a few، number of. طب اللي ما بيتعدش much، a little، a bit of. طب ايه تاني فرق ما بين الاتنين؟ المعدود بياخد a و ان، ادوات النكره والمعرفه، لكن اللي ما بيتعدش ما بياخدش. طب امثله على اللي بيتعد: chair، apple، car، friend. اللي ما بيتعدش sugar، salt، money، advice. طبعا دي نبذه سريعه، هنبتدي نمسكهم واحده واحده ونشرح الدرس واحده واحده. اول حاجه الحاجات اللي بتتعد countables. ايه الادوات اللي هستخدمها معاها؟ اول حاجه many، تاني حاجه a few، a number of، several، how many. طب انا عاوز الخص الدنيا يا مستر. يبقى انا لما الاقي حاجه معدوده يا مستر ما بعرفش اترجم، لما الاقي كلمه اخرها اس الادوات اللي ممكن تيجي معاها many، a few، number of، several، how many. يبقى الادوات دي بتيجي مع الكلمه اللي بتتعد واللي دايما بيكون اخرها اس، ما عدا الكلمات اللي ليها جمع شاذ هناخدهم قدام شويه في نفس الدرس. طب غير المعدود ايه الادوات اللي بتيجي مع الانكاونتبل غير المعدود؟ much، a little، a bit of، a lot of، how much. يبقى المعدود ادواته many و few و number of و several و how many. غير المعدود ادواته much، little، bit of، lot of، how much. دول بالنسبه للادوات اللي هنستخدمهم مع المعدود وغير المعدود. انا هفرق في الامتحان المعدود من غير المعدود لو انا مش عارف اترجم بان المعدود اخره اس، غير المعدود مفيش في اخره اس ما عدا الكلمات الشاذة. طب ناخد امثله عن معدود. مع المعدود في الاثبات I have two brothers، اهي brothers اخرها اس معدود. المعدود بيتجمع فانا قلت اتنين، يبقى لدي اخين. في النفي he doesn't have many books، books كتب اخرها اس معدود فخدنا many. طب في السؤال how many students are in the class، او students جمع يبقى معدود فخدنا how many. يبقى ملخص brothers عشان جمع حطينا جنبيها عدد 2 brothers، 3 brothers، 4 brothers. لكن لو كلمة مش معدودة مش هينفع نحط رقم. طب في النفي books اهو كتب استخدمنا برضو معاها أداة. طب في السؤال students اخرها اس فخدنا how many. طبعا في الاختيارات مش هتلاقي اكتر من اختيار ينفع. طب uncountable nouns الاسماء غير معدودة. في الاثبات she drinks a lot of water، اهي كلمة water مية ما بتتعدش
فاستخدمنا الأداة lot of. طب we don't have much money. money نقود ما بتتجمعش، كلمة نقود ما بتتجمعش. much خدت أداة much. هيجي حد يقول لي يا مستر الفلوس ما هي بتتعد. لا، هو اللي بيتعد العملة، الجنيه، الدولار، الريال، لكن كلمة نقود نفسها ما بتتعدش. طب في السؤال how much sugar. sugar هنا هوت سكر مفيش فيها اس، غير معدودة، فسألنا بهاو ماتش. يبقى انا لقيت اس يبقى معدود، هستخدم الادوات بتاعت المعدود. ما لقيتش اس يبقى غير معدود، هستخدم الادوات بتاعت غير المعدود. طب ناخد اشهر الكلمات اللي بتتكرر كتير. اشهر الكلمات في المعدود apples, chairs, cars, eggs, books, pens, people, students. يبقى دي اشهر الكلمات اللي بتيجي في المعدود. طب يا مستر كلمة بيبول انا جايب لك جنبيها كاتب استثناء، لان كلمة بيبول جمع. طب في الانكاونتبل غير المعدود اشهر الكلمات news, rise, salt, information, furniture, advice, money, knowledge. دول اشهر الكلمات المعدود وغير المعدود اللي بيتكرروا كتير جدا. طب في ملحوظة، غير المعدود ممكن اعده. ازاي يا مستر؟ ازاي غير المعدود ممكن اعده؟ باستخدام معيار او مكيال او وحدة. ازاي برضو؟ هو انا لما باجي اطلب سكر بقول ايه؟ معلقة سكر. السكر لوحده ما بيتعدش، لكن لما اقول معلقة سكر بقى بيتعد، لان هطلب معلقة، معلقتين، 3 معالق. ففي عندي ادوات او معايير للقياس غير المعدود، اللي هي spoon of, cup of, glass of, bottle of, sack of, bag of. فهم كتير قوي، slice of، كتير قوي. انا مش عاوز احفظهم كلهم، انا كل اللي عاوزك تحفظه لما تلاقي كلمة غير معدود وقبليها حرف جر اوف واداة قبليها، يبقى هو كده هوت جايب مكيال، يبقى غير المعدود هيتعد. الطريقة دي مش علمية، بس عشان اسهل عليك المواضيع. لما تلاقي كلمة غير معدود زي water مية، بص مكتوب ايه؟ bottle of water زجاجة من الماء. طالما بقى في اوف قبل water يبقى بتتعد، يبقى انا كده حولتها لحاجة بتتعد، يبقى ساعتها هتاخد ادوات المعدود عادي. a cup of tea فنجان من الشاي. two pieces of advice نصيحتين. يبقى انا هنا هوت لما استخدم اداة بتاعت كمية او وحدة بتاعت كمية هخلي غير المعدود معدود، ودي نادرا لما بتيجي. بس لو جت احنا اتفقنا حاجة جمع هناخد معدود، يبقى دي معدود وهناخد ادوات المعدود. حاجة مش جمع ما بتتجمعش يبقى هناخد ادوات غير المعدود. لو لقينا بقى غير معدود وقبليه اداة، او لقينا كلمة اوف قبل غير المعدود، يبقى ده غصب عني هيتعد وهياخد ادوات المعدود. طب اشهر الكلمات اللي ممكن يجي يلخبطني بيها في الامتحان الكلمات الجمع الشاذ، اللي هم ايه يا مستر؟ كلمة مان رجل الجمع بتاعها من، فلو حطها لي كلمة من يبقى انا كده هو ده معدود، يبقى من جمع بس مفيش في اخرها اس. وهكذا الكام كلمة دول اشهر الكلمات اللي بيجوا في الامتحانات، الناس تركز فيهم جدا. الكلمات دي برغم ان مفيش في اخرها اس الا انها جمع. يبقى من رجال، women نساء، children اطفال، teeth اسنان، feet اقدام، mice فئران، geese اوز، people اشخاص. دول اشهر الكلمات، يا ريت الناس تركز فيهم كويس عشان لو هو عاوز يلخبطني في الامتحان هيجيب كلمة منهم عشان ما اخدش بالي. بعد كده عندنا ادوات التنكير الآ والآن. طب ادوات التنكير دي بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الاسم المفرد المعدود فقط، يعني بتيجي مع الاسم المفرد المعدود اللي بيتعد، ولما بنذكره لأول مرة، لما بنقوله لأول مرة أو مش عارفينه. طب ليه أنت بتقول كده يا مستر؟ هنعرف قدام شوية ليه بقولك بنذكره لأول مرة. طيب آدي بنستخدمها إمتى؟ لما الكلمة تبتدي بصوت ساكن، لما الكلمة تبتدي بصوت ساكن. زي إيه؟ a cat, a book,
يبقى كلمة A بتيجي مع الكلمة اللي أولها حرف أو صوت ساكن. طب هي إيه الحروف الساكنة يا مستر؟ هي كل الحروف ما عدا المتحرك. طب هي إيه الحروف المتحركة يا مستر؟ A E I O U. الحروف المتحركة A E I O U. باقي الحروف كلها هي حروف ساكنة. يبقى أي حرف من الباقي لما ألاقيهم تاخد A. يا مستر طب في كلمة كده معقدة University بتاخد A ما بتاخدش N. دي كلمة شاذة. ليه؟ لأن احنا كلمة University اليو بتتنطق فيها يو زي ما هي، فهتبقى A University. طب بالنسبة لآن يا مستر بتبتدي بتستخدم في الكلمة اللي أولها حرف متحرك اللي هي بيتقال عليها أحرف العلة الفاولز. احنا اتفقنا إن الحروف المتحركة هما إيه؟ A E I O U اللي هما 5 حروف. ازاي يا مستر؟ an apple apple أولها A فبقت an. an elephant فيل أولها E متحرك فخدنا an. an hour يا مستر طب an hour أولها H. ركز معايا كده في النطق، قلت an hour. كلمة ساعة ال H فيها silent فبقول an hour يبقى أول حرف اتنطق إيه؟ ال O. وطالما أول حرف اتنطق ال O فهو حرف متحرك فناخد an. يبقى الكلمتين دول نركز فيهم عشان هما اللي بيجي يلخبطوني بيهم، لكن الباقي لو الكلمة أولها حرف ساكن بتاخد A، لو الكلمة أولها حرف متحرك بتاخد ان. درس سهل ومش مستاهل. طب يا مستر ذا دي أداة تعريف بستخدمها امتى؟ لما أعرف الشيء اللي هو لو قلناه قبل كده، يعني في جملة واحدة ذكرنا الشيء مرتين. طب ليه حاجة تانية يا مستر؟ أيوة لو في واحدة منه بس. يعني ايه واحدة منه بس؟ يعني الشمس في كام شمس؟ هي شمس واحدة فدي بتاخد ذا صن الشمس. أو لو حاجة معروفة لينا وللي بيسمع الجملة. نبص على الجملة دي I saw a dog the dog was big. هنا الجملة قلت I saw a dog أنا شفت كلب. أول مرة استخدمت a ليه؟ أولها حرف ساكن. تاني مرة استخدمت ذا. طب ليه يا مستر تاني مرة استخدمت ذا؟ ما هو أنا الكلب أول مرة عرفته، تاني مرة لازم آخد ذا لأن خلاص أنا كده اللي بتكلم معاه عارف أنا بتكلم على أنهي كلب. أعيد تاني عشان الناس متلخبطش. الكلمة لو اتكررت مرتين في جملة واحدة، أول مرة تاخد أو أن عادي. تاني مرة خلاص أنا عرفت أنا بتكلم على إيه، بقت معرفة فساعتها باخد ذا. يبقى I saw a dog the dog was big. اول مره تاني مره ذا. او يقول لك ذكرت الكلب لاول مره ثم استخدمت ذا لانه اصبح معروفا. طب تاني مثال the sun is bright. الشمس the sun خدنا ذا ليه؟ لان الشمس واحده ومعروفه للجميع. يبقى الحاجات المعروفه بتاخد ذا. لما اقول مثلا the Nile the Cairo Tower the pyramids يبقى ذا بتيجي مع الحاجات المعروفة. open the door افتح الباب. دلوقتي انا بقول للواحد افتح الباب هيكون انهي باب؟ اكيد الباب اللي قصادنا. فطالما حاجة معروفة ليا وللي قصادي يبقى هنستخدم ذا. الخلاصة بتاعت الدرس دي بتقول ايه؟ ان بتيجي مع الاسم المفرد غير المعروف اللي بيبتدي بحرف ساكن. الاسم المفرد اللي بيبتدي بحرف ساكن زي كلمة a car. ان بتيجي مع الاسم المفرد اللي بيبتدي بحرف متحرك زي an orange، واتفقنا ان الحروف المتحركة A I O U E. طب ذا يا مستر ذا بتيجي مع الاسم المعروف او المحدد او الفريد من نوعه اللي مفيش منه تاني. ذا مون القمر. ناخد امثلة. قبل ما ابدأ في الاسئلة في حاجة مهمة عاوز اقولها. some واني. some بتيجي في الاثبات واني بتيجي في النفي. الناس ما تنساش الكلام ده. some في الاثبات واني في النفي. هنبدأ بأول سؤال. I have not apple. apple أولها ايه؟ الايه ده ساكن ولا متحرك؟
متحرك، يبقى an apple، يبقى I have an apple. طب رقم 2 she gave me not advice أولها ايه؟ يبقى an advice. رقم 3 how not milk هنا كلمة مفرد وما بتتعدش، يبقى انا هنا اهوت عاوز اداة اللي ما بتعدش، يبقى how much milk، لان much بتيجي مع اللي ما بتعدش. there aren't not cheers كلمة جمع يبقى معدود، الأداة اللي تنفع معاها many. he needs not umbrella، he needs an umbrella. طب ليه خدنا an؟ عشان umbrella أولها يو، ويو حرف متحرك. we have not eggs أولها حرف متحرك، بس هنا هو مش بيسأل على الأدوات، هو بيسأل على الأدوات اللي بتيجي مع المعدود وغير المعدود. طب eggs هنا هو جمع معدود، هتيجي مع ايه؟ we have a few eggs، لأن كلمة a few بتيجي مع الجمع المعدود. I need a bottle of water، محتاج إزازة من الماء. do you have not information، هنا هوت تبقى an information. يا مستر طب ما هو حاطط لي ميني وان، هقول لك information كلمة غير معدودة فما ينفعش معاها ميني، يبقى do you have an information، هل لديك معلومات؟ they don't have not money هنا هوت اتفقنا ان الفلوس او النقود ما بتتعدش، يبقى they don't have much money. رقم 10 نقط sun rises in the east او from the east. sun الشمس، اتفقنا ان الشمس هي في شمس واحدة، يبقى هتاخد زي. بقية الاسئلة حلوها والناس تبعت لي الاجابات، كده كده انا عامل لكم جروب على الواتس، اللي حابب يخش الجروب يبعت لي هدخله في الجروب، ببعت عليه ملازم وفيديوهات اول باول والامتحانات. يا ريت الناس تحل بقية الاسئلة وتبعتها لي، او انا هبعت لكم الاجابات في الجروب. وبكده اكون خلصت المعدود وغير المعدود والادوات. دلوقتي هدخل على البروبوزيشنز، حروف الجر. هنبتدي بان اون ات. طبعا كلكم فاكرين من اعدادي كنا بنقول ان اون ات شهور ايام ساعات، ان بتيجي مع الشهور، واون بتيجي مع الايام، وات بتيجي مع الساعات. هناخدهم بالتفصيل. ان بتيجي مع الشهور زي in July in January in June. بتيجي مع السنوات زي in 2014 او in 2020. بتيجي مع القرون in the 20th century في القرن العشرين. تيجي مع فترات اليوم in the evening in the morning. بتيجي بمعنى في خلال in 5 minutes في خلال 5 دقايق in 10 hours في خلال 10 ساعات. دي ان. طب ان بتيجي مع ايه تاني؟ بتيجي مع القارات والدول والمدن in Africa in Egypt. مع تاكسي او سيارة in a car in a taxi. مع الاماكن in the park. يبقى دي استخدامات ان. طب on بتيجي مع ايام الاسبوع on Sunday on Friday. مع التاريخ الكامل in 1st January 2024. مع بعض التعبيرات زي on my birthday في عيد ميلادي on holiday في الاجازة. مع فترات زائد اليوم زي on Friday afternoon. يبقى فترات بس in فترات زائد اليوم يبقى on Friday afternoon. طب on بتيجي مع ايه تاني؟ بتيجي بمعنى على، يبقى on the table على الترابيزة on the wall على الحائط. مع وسائل النقل لو جه معاها أداة on a bus on a train. مع بعض الأماكن on the farm on the island. مع بعض تعبيرات المكان on the left على اليسار. كده ناقص لنا at 4 o'clock مع الساعات.
مع كلمة الليل at night، مع بعض التعبيرات زي at present و at the moment، مع الأماكن الصغيرة والتجمعات at the doctors، at home، مع بعض تعبيرات المكان at the end of، مع العناوين at 12 تحرير ستريت. يبقى أنا كل اللي مطالب مني أحفظ الحاجات دي، مهمة جدا جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان. يبقى in و on و at أحفظهم. أحفظ بيجوا مع إيه؟ أحفظ الكلمات دي، الكلمات دي مهمة وإن شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان. ناخد أمثلة. We are going to Italy. April. April ده إيه؟ شهر. الشهر قلنا الشهور بتيجي معاها إيه؟ in. يبقى in April أهو مع شهور in. طب many shops don't open Sundays. الأحد، أيام الأحد اتفقنا إن بيجي معاها إيه؟ on. Are you free at lunch time؟ هل أنت فاضي في وقت الغدا؟ He goes to work in a car. أنا عاوز الناس تجرب الأسئلة هنا قليلة، بس إن شاء الله هعمل فيديو للأسئلة بس. الناس تحاول تحل بقية الأسئلة دي وتقول لي عملت إيه، وهبعت لكم في الجروب برضو الإجابات بتاعتهم. طب بقية حروف الجر اللي جت في الكتاب، جت on بمعنى على، near بمعنى بالقرب، above بمعنى أعلى أو فوق، behind يعني خلف، beside يعني بجانب، between يعني بين، under يعني تحت، in يعني في، in front of يعني أمام. دي حروف الجر للمكان، دي اللي موجودة في الكتاب الناس تحفظها، ودي الأسئلة اللي جت في الكتاب. The shoes are not the bed. هو قال لي استخدم in أو on أو under أو behind أو next to. The shoes are not the bed. الجزمة فين؟ تحت السرير. تحت يعني ايه؟ under. The book is not the shelf. الكتاب فين على الرف؟ على الرف. على الرف يعني ايه؟ يبقى on the shelf. My phone is not my bag. تليفوني في الشنطة. في يعني ايه؟ in. يبقى my phone is in my bag. The chair is not the desk. الكرسي والديسك ماله؟ يبقى الكرسي بجانب المكتب، يبقى the chair is next to the desk. There is a lamp. There is a lamp not the table. في لمبة فين؟ behind the table خلف الترابيزة. بعد كده عندنا preposition of business، حروف الجر اللي بتستخدم في الأعمال. about يعني عن. we talked about the marketing plan. لقد تحدثنا عن الخطة التسويقية. الأمثلة دي مهمة جدا، دي اللي جاية في الكتاب. for يعني لأجل. this product is for young adults. يبقى هذا المنتج أو لأجل الشباب. with مع. I will work with the finance team. سأعمل مع فريق التمويل أو فريق المالي. from يعني من. I got an email from the manager. لقد حصلت على إيميل من المدير. to يعني إلى. send the report to the CEO. ارسل التقرير إلى المدير التنفيذي. الأمثلة اللي موجودة جاب لي about، for، with، from، to، واداني الجمل دي. we talked about the new product. لقد تحدثنا عن المنتج الجديد فاستخدمنا about. the manager sent the report to the finance team. لقد أرسل مدير التقرير إلى فريق التمويل. I got an email from the supplier. لقد وصلني إيميل
من المورد. This training session is for new employees. هذا التدريب لأجل الموظفين الجدد. She will work with the sales department. ستعمل مع قسم المبيعات. وبكده أكون خلصت شرح حروف الجر. جايب في الدرس ده verb to be و verb to have و verb to do. طبعا دول سهلين جدا جدا جدا، بس زيادة تذكير هقولهم. verb to have بيتكون من ايه؟ من have و has. verb to have بيتكون من ايه؟ have و has. I we you they اللي هم بنقول عليهم الجمع زائد I بياخد have. he و she و it اللي هم بنقول عليهم المفرد بياخدوا has. يبقى الجمع have والمفرد has. طب في النفي بتاع have don't have. النفي بتاع has doesn't have. طب have و has معناهم ايه؟ يملك او لديه. طب في السؤال have و has، يبقى انا كده have مع الجمع و has مع المفرد، دي في الجملة المثبتة. طب في النفي don't have مع الجمع doesn't have مع المفرد. طب في السؤال have مع الجمع و has مع المفرد. هو درس سهل جدا جدا لدرجة ان ما اعتقدش ان هو ممكن يجي في الامتحان، بس طالما موجود في الكتاب هنشرحه. تبقى امثلة I have a car لدي سيارة، او انا املك سيارة. هنا بنتكلم على have كفعل رئيسي مش فعل مساعد. he has a bike هو يملك دراجة. يبقى I خدت have وهي خدت has. طب verb to be يكون، وبنستخدمه عشان نعرف بالنفس او الصفات او الوظائف. طب verb to be بيتكون من ايه؟ am is are. I مع am، he و she و it مع is، we you they مع are. يبقى I مع am مفرد مع is وجمع مع are ومعناها يكون. طب بننفي بايه؟